السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات رمضان. كل سنة وانتم طيبين وأول فطار لرمضان معانا. هنعمل مع بعض النهاردة شوية شيش طاووق تحفة، دايبة دوبان كده هوت يا جماعة ومستوية زي الزبدة، بمقادير سهلة وتتبيلة بسيطة والنتيجة ولا أجدع حاجة. وهنعمل معاهم كمان شوية رز بالخلطة، إنما يتاكلوا حاف، وشوية تومية سوري بأسرار محلات الشاورما. طبعا كلكم جربتوها معايا وعارفين هي النتيجة عاملة ازاي. حبيب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الفطار بتاعنا على طول. بسم الله. هنبدأ الفيديو بتاعنا وهنا معايا 2 كيلو من صدور الفراخ ووراك الفراخ. الشيش طاووق معروف ان هو بيتعمل بالورك، بيكون طري ودسم كده وجميل، لكن مفيش مانع ان احنا نعمله بالصدور كمان. فانا هنا جبت كيلو من الصدور وكيلو من الوراك وهشتغل بيهم هما الاتنين. وطبعا بتكون متقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قطعه مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. بنغسلهم وننضفهم كويس وبعد كده نشوف هنعمل مع بعض ايه. تعالوا بقى ما نعمل التتبيله التحفه السهله جدا اللي بتخلي طعمه يجنن، وكمان بتخلي الشيش طاووق جوسي كده وطري. معايا هنا كده حبايتين من الطماطم، حبايتين من البصل، وقرن فلفل كده متوسط. ومعايا كمان فصين من التوم صغيرين، ما تكتريش، فصين توم صغيرين. طبعا الحاجة متقطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سواء بقى في الخلاط او في الكبة هتحطيهم. وهنضيف لهم معلقة من الملح، وسر معلقة الملح في الاول كده علشان بتخلي الحاجة تتضرب ناعم، وكمان تنزل المية بتاعتها. هنزود لهم كده حوالي نص كوباية مية علشان تساعدنا ان هي تتضرب كويس. واهم حاجة ان انت تضربيها وتنعميها جدا، سواء بقى في الخلاط او في الكبة. بعد ما ضربناها ونعمناها كويس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنجيب طبق ونصفيها. طب ليه يا دنيا ما بنحطهاش كلها كده بتفلها على الشيش طاووق؟ علشان يا جماعه لما بنحط التفل بتاع البصل والطماطم على الشيش طاووق وتيجي تشويه او تحطيه في الفرن، بيتحرق بسرعه، والشيش طاووق بياخد لون من بره وبيكون ني من جوه. فدي خطوه مهمه ان احنا نصفيها وناخد الميه بس. بعد ما صفناها كده واخدنا المية بتاعتها، تعالوا بقى بنحط لها شوية توابل هتخلي الشيش طاووق يروح في حتة تانية خالص، وهيكون احلى من بتاع المطاعم. هنحط لها كده كوباية من الزبادي، والزبادي دي يا جماعة هي سر ان الشيش طاووق بيكون طري كده وجوسي ومش ناشف مننا واحنا بنشويه. بعد كده هضيف لها معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ربع معلقة صغيرة من ورق اللورا على الحبهان، انا دايما بطحنهم على بعض الاتنين، ومعلقه صغيره من الملح علشان انا كنت حاطه معلقه من على التتبيله فما تكتريش، وكمان معلقه صغيره من البصل البودر. والمكون بقى اللي هيخلي شيش طاووق بتاعنا طعمه خطير وهيروح في حته تانية خالص، خلطه الشيش طاووق دي. خلطه الشيش طاووق دي يا جماعه شركات كتير عامله منها، هاتي من اي شركه تحبيها. ال2 كيلو بياخدوا كيس، يعني انت لو هتعملي كيلو واحد هتاخدي نص الكيس ده. هنفضي الكيس كله على التتبيله اللي معانا، ونقلبها تقليبه كويسه كده، ونخليهم كلهم يتمكسوا ويختلطوا ببعض كويس. في النهايه كده هضيف معلقه من دبس الرمان. واللي هتقولي يا دنيا انا ما عنديش دبس رمان، ممكن ابدله بايه؟ العطار عنده حاجه اسمها سماق، ده برضو بيكون بديل للدبس الرمان. ممكن تحطي نص معلقه صغيره. يبقى هنحط يا اما معلقه كبيره من دبس الرمان، يا نص معلقه صغيره من السماق ده، او ده ماشي. وهنقلبهم كلهم مع بعض وكده تمام. بقى عندنا احلى تتبيله لشيش طاووق، حاجه كده تحفه. هننزل بالتتبيله كده على كميه الشيش طاووق اللي معايا، ونقلبها تقليبه كويسه كده علشان تشربي الشيش طاووق كويس في التتبيله. طيب يا دنيا هنفضل حاطينها كده في التتبيله قد ايه علشان تشرب من الصوص كده وتخليها طعمها حلو وتاكد ان الفراخ شربت من التتبيله؟ لو عملتيها على بيات واشتغلتي فيها تاني يوم هيكون افضل. كل ما تقعد في التتبيله كل ما طعمها هيكون احسن، والفراخ هتشرب كده من التتبيله. طب انا ما عنديش وقت يا دنيا وعايزه انجز واخلص بسرعه، اعملها ازاي؟ مش اقل من 4 ساعات علشان التتبيله تشرب كده من الفراخ والفراخ تشرب من التتبيله، والاتنين كده يكونوا حاجه جنان. طبعا هنغطيها كده ونحطها في التلاجة لتاني يوم. تعالوا بقى ما اقول لكم على سر التسويه بتاعه الشيش طاووق في الفرن، وهيكون تحفه، جوسي كده وطري ومش هينشف منك، وهيكون ولا اجدع حاجه. وفي الفرن بقى لا محتاجه لا فحم ولا اي حاجه خالص.
هنا جبت الصاج بتاع الفرن وفرشته كده ورقة فويل علشان بس ما يعذبنيش في التنظيف، لكن ممكن تستغني عنها. وجبت الشبكة كمان بتاعة الفرن وحطيتها فوقه كده. طبعا اي فرن فيه شبكة وفيه صاج يعني كده مش محتاجين اي حاجة من بره جديدة. وفرشة زيت كده هندهن بيها الشبكة علشان الشيش طاووق ملزقش فيها. وهنا معايا فلفل الوان، ممكن تستغني عنه وتحطي فلفل اخضر، مش لازم فلفل الوان، انا حطاه عشان الشكل بس. وهنا معايا الطماطم الشيري الصغيرة دي، ممكن تستغني برضو عنها وتحطي قطعة من الطماطم، تقطعي قطعة من الطماطم كده صغيرة وتحطيها، مش لازم الطماطم دي. وكمان معايا كده حوالي 3 بصلات مقطعاهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التقطيعة لازم تكون كبيرة شوية علشان لما احطها وتدخل الفرن ما تتحرقش وتصغر. وهنا معايا العصيان او الخلات بتاعت الشيش طاووق دي، موجودة في كل محلات مستلزمات المنزلية، وكمان موجودة في السوبر ماركت، موجودة بوفرة جدا، في منها تخين كده وحلو، في منها رفيع، اللي موجود هاتيه. بنبدأ بقى نرص الشيش طاووق كده زي ما انت عايزة بالتشكيلة اللي انت عايزاها. انا هنا حطيت حتة فلفل مع حتة بصل، وبعد كده حطيت حتة ورك. بس اهم حاجة يا جماعة، حاجة مهمة جدا، ان انت لما تيجي تشكلي العصيان بتاعت الشيش طاووق، لمي الورك كله فسيخ والصدر كله فسيخ، ما تخليش دي مع دي، لان طبعا ده بياخد تسوية وده بياخد تسوية، فخلي كل واحدة منهم في فسيخ لوحدها لو هتعملي صدور ووراك. وزي ما انتوا شايفين كده، قطعة بصل، قطعة طماطم، قطعة فراخ، واحدة طماطم، زي ما انت عايزة بقى شكلي كده ورا بعضها. بصوا بقت بالشكل التحفة ده، وما تكبسيهاش قوي وتدخليهم في بعضهم علشان الفراخ تاخد راحتها كده وهي بتستوي وتتشوي ويبقى لونها حلو. هنخلص بقى كل الكمية دي وبوريها لكم بعد ما خلصتها شكلها عامل ازاي. هنا الكمية اللهم بارك بعد ما عملتها، شايفين ما شاء الله كبيرة وحلوة قد ايه. هننزل عليهم كده ببقية التتبيلة اللي بقيت معانا في الطبق، بتحاولي كده ترشي التتبيلة عليها كلها، وطبعا دي بتديها طعم ولون واحنا بنشويها. وكمان هنزل عليها كده بكوباية كبيرة كده مليانة من المية، وانتي بتشوي لو لقيت المية قلت زودي تاني يعني عادي. وفي الاخر كده هدهن الشيش طاووق بدهنة كده بالفرشة بالزيت، طبعا علشان يلون معانا ويدينا لون حلو. تعالوا ما اقول لكم بقى على سر التسويه اللي هيخليها طريه ومش ناشفه وبمنتهى السهوله. بصوا حبايب قلبي، اولا بنولع الفرن على درجه حراره 220 10 دقايق. الشيش طاووق لازم يدخل الفرن وهو سخن، يعني ما ينفعش تدخليه وهو بارد وتولعي النار، تمام كده. بنحطه في الرف اللي في النص وبنشغله الشوايه، بس ما بتشغليش من تحت. الشيش طاووق بتبعديه عن النار في نص الفرن وتولعي له الشوايه. طبعا هو بيكون بعيد عن النار فبيتشوي براحته. هتقولي لا مش هيستوي، احنا بنحط الفرخة تتشوي تحت الشواية في السيخ وبتستوي، فهو هيستوي، هو مش محتاج سوا كتير زي اي انواع من الفراخ اللي فيها عظم. هو تقريبا بياخد ربع ساعة كده على الوش الاولاني، بتطلعي الصاج وتقلبي كل عصيان الشيش طاووق على الوش التاني، بيبقى الوش اللي احمر تحت والوش اللي محمرش فوق، وترجعي تدخليه تاني ربع ساعة كمان، بيكون اخد من فوق ومن تحت لون تحفة، وفي نفس الوقت بتاخدي اللون اللي انت عايزاه. شوفي بقى عايزة تحمريه اكتر تطلعيه فاتح شوية، دي حاجة حسب ما انت عايزة بحسب ذوقك. تعالوا بقى ندخله الفرن وبعد كده نعمل شوية رز عسل. طاسة على النار وهحط فيها شوية كده من الزيت. انا هنا هعمل الكبده اللي هحطها على وش الرز. وهنا معايا كبده الفراخ، ده حوالي نص كيلو من كبده الفراخ. ما تنزليهوش كله مره واحده، انا مش عايزه الكبده تنزل ميتها، انا عايزه الكبده تتشوح كده وتزقلط وتبقى حلوه. هتعمليها كده ازاي؟ بتنزليها شويه شويه كده في الطاسه زي ما انت شايفه، زي ما انتوا شايفين كده، بنزل الكبده شويه شويه وبشوح، كل ما تتشمع بنزل بالكميه الباقيه. كده الكبده خلاص اتشوحت اهيت واتشمعت. هنزل عليها برشه كده من بهارات الفراخ، ورشه صغيره من ورق اللورا على الحبهان، ورشه صغيره من الفلفل الاسود، ورشه ملح كده صغيره. قلبي كده، وفي الاخر هنحط لها فص ثوم صغير، هتهرسيه ناعم او تدقيه في الهون وتحطيه. وهحط لها كده شويه من تفل البصل والطماطم اللي انا كنت مصفياهم في الاول الفيديو معاكم. هنزل بمعلقه كده كبيره منهم عليها في النهايه خالص. شوحي بقى البصل مع الطماطم مع الكبده كده لحد ما كلهم يتبالوا مع بعض وتبدا تطلع ريحتهم. وفي النهاية هضيف لها معلقة من السمنة البلدي، ودي اختياري، ممكن تعمليها وممكن لا، بس بالطعم الكبدة بتخلي طعمها حلو.
وبعد كده احط لها كبشه من الزبيب. في الوقت ده لو عندك مكسرات وعايزه تحطي مكسرات حطي شويه، وهتقلبيهم تقلبتين في الاخر. وهنا الكبده بقت جاهزه معانا، اجمل كبده في الدنيا. تعالوا بقى ما نعمل شويه رز يتاكلوا حاف، وهقول لكم على السر اللي يخلي لونه تحفه وطعمه وريحته تجن. طاسه على النار وهحط لها حوالي كده معلقتين من السكر، زي ما بنعمل الكراميل بالظبط. هتسيبيهم كده على النار لحد ما يبداوا يسيحوا، واول ما يلونوا ويبقى لونهم بالشكل ده كده تمام، بنطفيهم بشويه ميه. ما تخليهمش يغمقوا قوي ولونهم يبقى غامق، انا عايزاه يكون لونه ذهبي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه على المعلقه. في الوقت ده هحط لهم نص كوبايه من الميه وهقلبهم. انا كده حضرت صوص علشان نسقي بيه الرز. انا هنا عندي شويه شوربه كانوا حلوين حطيتهم عليها علشان اسقيهم بالرز. طيب انا يا دنيا ما عنديش شوربه، اعمل ايه؟ هتحطي ميه عادي وتحطي عليها مكعب مرقه. يبقى عندك شوربه حطي، ما عندكيش حطي ميه مع مكعب مرقه. وطبعا مش هضيف كتير لان انا مش عارفه لسه هحط على الرز قد ايه، هنظبط الرز مع بعض في المعيار بتاعه. انا هنا نزلت كده بشويه شوربه حوالي كوبايتين، وحطيت معاها كمان مكعب مرقه للتطعيم. براحتكم، انتوا عايزين تضيفوه ضيفوه، مش عايزين بلاش، دي حاجه اختياريه. هنقلب كده الشوربه مع السكر والميه ومكعب المرقه، واسيبهم لما يغلوا غلوتين كده ويسخنوا. كده تمام، انا جهزت الشوربه اللي هسقي بيها الرز. تعالوا بقى ما نعمل الرز بالتوابل بتاعته. حله على النار واحط فيها كده شويه من الزيت ومعلقه سمنه او زبده. هنقلبهم ونستنى لما يسخنوا. هنزل عليهم بقطعه كده من القرفه السيجار، وكمان ورقتين 3 من اللورة، وفصين قرنفل. يعني بصوا فصين صغيرين كده من القرنفل، بيدي طعم حلو قوي للرز. نقلب التوابل دي كده مع السمنة والزيت لحد ما تبدأ تظهر ريحتهم. اول ما تبدأ تظهر ريحتهم هنزل عليهم ببصلاية كده متوسطة مفرومة ناعم. هنشوح البصلة مع التوابل لحد ما تدبل وتكون لونها اصفر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تحمريهاش، انا عايزاها دبلانة ولونها اصفر بس. بعد كده هنزل عليها بكيلو من الرز المصري العادي، ولو عندك رز بسمتي وعايزه تحطيه مفيش مشكله. شوفي انت امكانياتك ايه وعايزه تعمليها اعمليها. انا هنا اشتغلت بالرز المصري العادي بتاعنا. هنشوح بقى كده الرز مع التوابل لحد ما يفلفل كده ويتشوح ويتحمص. اهم حاجه يا جماعه ان انتوا تفضلوا تقلبوا في الرز مع التوابل لحد ما يحرفش كده او يتحمص كده، زي ما احنا عارفين يعني باللغه المصريه كده بيخرفش كده مع بعض. في الوقت ده هنحط ربع معلقه كده صغيره من الحبهان المطحون ومعلقه كبيره من بهارات الكبسه، ونقلب البهارات كويس جدا مع الرز والتوابل اللي معانا. وهنزل عليهم بالميه والسكر والشوربه والحاجات اللي احنا حطيناها مع بعض، وهنقلب كل المكونات دي كده مع بعض. والمعيار المظبوط للرز يا جماعه انه بيكون عقله صباع فوق الرز، يعني عقله صباع واحده بس فوق الرز هيكون تمام معاكي، زي ما بتسوي اي رز عادي واحنا متعودين كلنا على تسويه الرز المصري. لكن لو هتحطي رز بسمتي كتري الميه شويه، او الشوربه بيكون كل كوبايه ليها كوبايه ونص من الشوربه او الميه. اول ما يبدا يغلي كده ويشرب ميته ههدي النار عليه شمعة واسيبه يستوي براحته خالص لحد ما يستوي. تعالوا بقى ما نعمل شويه توميه كده على السريع تحفه، وطبعا كلكم جربتوها قبل كده. طاسه وهحط فيها كوبايه ونص ميه على النار، هحط لهم 4 معالق من النشا، وتفضلي تقلبيهم لحد النشا ما لونها يشف كده ويبيض وتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تقلبيها عشان طعم النشا يروح وتكون شفافه بالشكل ده. كده خلاص انا سويت النشا، هركنها على جنب واسيبها لما تبرد خالص. في شفشق الخلاط او في الكبه هحط 3 معالق من الخل، ربع كوبايه من اللبن، كوبايه زبادي، وممكن نبدلها بمعلقتين من المايونيز اللي موجود عندك اشتغلي بيه. انا هنا اشتغلتها اقتصاديه بالزبادي. وفصين من الثوم، ويا ريت يكونوا مهروسين او مدقوقين علشان ما يبانش حتت كده في التوميه. وهنحط نص معلقه كبيره من الملح، وكمان هحط لها رشه كده من ملح الليمون او عصره نص ليمونه. ده ملح ليمون يا جماعه، بصوا رشه صغيره جدا ما بين ايديكي كده قرصه. بعد كده هنضرب كل المكونات اللي معانا دي في الخلاط ضربه كويسه كده لحد ما كله يختلط وينعم مع بعضه. وفي النهايه هضيف لها ربع كوبايه من الزيت، وهنضرب تاني كل المكونات دي مع بعض. وبعد كده هضيف لها النشا. بصوا يا جماعه النشا بقت بارده خالص وبقت مقلبظه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنضيفها كده وبعد كده هنضربها. لو حسيت ان هي تقلت منك ضيفي لها شويه لبن. حلوه وقوامها حلو، خلاص كده تمام. بصوا اهي بتتضرب وبتنعم وبيكون قوامها كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اسهل واجمل واحلى توميه في الدنيا، اللي هيجربها مش هيشتري من بره تاني.
هنا التوميه بعد ما ضربتها شايفين قوامها عامل ازاي؟ تحفه. يلا بقى نلم كل اللي عملناه مع بعض وكده ونقدمه على السفره ونشوف احنا عملنا مع بعض ايه. ده شيش طاووق بعد ما استوى اخد لون تحفه وطعم يجنن، دايب دوبان يا جماعه وزبده، وريحته ما اقولكوش كانت قلبه ريحه الدنيا كلها. وهنا معايا الرز اهوت بعد ما استوى تحفه، حطيت على وشه كده الكبده، طبعا سخنتها وحطيتها على وشه. وهنا معايا التوميه التحفه اللي كلكم جربتوها وعارفين طبعا هي طعمها عامل ازاي. واجمل سفرة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. شيش طاووق تحفة احلى من الحاتي واللي بنشتريه من بره غالي 100 مرة، وشوية رز بالكبدة يجننوا، وشوية تومية تحفة. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد من فيديوهات فطار رمضان. اشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.